طبعا انا قبل بس اما امشي واوري لحضراتكم نقطه التقاء المصرف مع نهر النيل، يعني عاوز اقول لكم الرائحه شديده القذاره، كريهه جدا جدا جدا. هستاذن زميلي يا ريت يا عبد الشافي تقرب بالكاميرا وتوضح للساده المشاهدين. انا عاوز اوريكم يا جماعه يعني الميه عامله ازاي. انا حريص قوي انكم تشوفوا التلوث الرهيب اللي موجود في الميه. بصوا يعني بصوا حتى يعني اما الميه بتبتدي تتجمع ايه اللي بيحصل. شايفين الرغاوي حتى اللي موجوده كلها ممتلئه بالسرطانات، ممتلئه بالامراض المستعصيه، ممتلئه بكل حاجه ممكن تتخيلوها. يمكن انا مش قادر يعني بصراحه استنشق هذه الرائحه، ويمكن زمايلي لابسين كمامات كلهم وبيقولوا لي، وانا كنت يعني رافض الاول، لكن دلوقتي انا مش قادر بصراحه. يا ريت طبعا زميلي واشكرك اكرامي الطيب مخرج، شكرا يا اكرامي. وطبعا دلوقتي انا هطلع زي ما نزلت كده وهاخد حضراتكم وهنروح على نهر النيل. ده مش نهر النيل بس عشان اللي لسه بيشوفنا دلوقتي ولا حاجة، احنا واقفين على نهر من الامراض، مصرف صحي شاسع. وبعيد الكلام تاني علشان الكلام ده يحتاج يتقال مرة واثنين وثلاثة. مصرف صحي شاسع جدا. هذا المصرف بيصب في نهر النيل في المنطقة الجنوبية في محافظة الجيزة، بيجي من الجنوب حتى الشمال هنا في قرية الرهاوي التي تعاني أشد المعاناة. بصراحة الله يكون في عونهم بجد والله. يعني أنا هو 5 دقايق مش قادر لا من الريحة ولا من الوقفة. تخيلوا حضراتكم بقى هم إزاي بيشربوا الكلام ده إزاي. لا وإيه بقى المفاجأة، محطة الشرب التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي موجودة على بعد أمتار. تخيلوا على بعد أمتار من هذه القاذورات. فطبعا اللي بيشرب سرطان وبيشرب فشل كلوي. فهاخدكم ونروح لنقطة التقاء المصرف الصحي مع نهر النيل. الأرض اللي أنا ماشي عليها دي بقى يا جماعة دي أراضي ناس. طب الأرض دي بتروى خلاص بقى، أنا مش عاوز الكمامة. الأرض دي بتروى بمياه الصرف الصحي. بتروى بمياه الصرف الصحي. المحاصيل طبعا مشبعة وممتلئة بالمبيدات والتلوث، مصدر للموت من الآخر كده. بس عشان أكون واضح مع حضراتكم، مش حرام يا جماعة والله اللي بيحصل ده. يعني المسؤولين اللي بيشوفونا دلوقتي ده يرضي ربنا؟ يرضي ربنا ما يكون في شلال من المجاري يصب في نهر النيل وبقاله 80 سنة؟ مفيش حد خلال ال80 سنة دول خد باله. محدش كده حط ولاده مكان ولاد الناس اللي عايشة هنا، الأطفال، الشباب، الأسر. ولا هم عشان ناس غلابة، ولا هم عشان ناس بسيطة، ولا هم عشان ناس مش عارفين ياخدوا حقهم ازاي. والصيادين الغلابة اللي بيشتغلوا شهرين في السنة، اللي رزقهم كله في البحر وفي نهر النيل، يعملوا ايه؟ اخر حاجة عملوها قدموا شكاوى لوزارة البيئة. كانت بقى النتيجة بصراحة عظيمة جدا. وزارة البيئة قررت صرف 73 جنيه لكل صياد. والله العظيم زي ما بقول لكم كده 73 جنيه لكل صياد. شيء مبهر بصراحة، شيء عظيم، شيء يستحق مننا الإشادة. 73 جنيه. طب والمصرف ده حله ايه؟ هنضحك على الناس لغاية امتى؟ طيب هنسكت لغاية امتى؟ هنفضل في مسلسل الإهمال ده لغاية امتى؟ ما تشوفوا حل. مفيش. فما حدش بيسأل في الناس. انا طبعا عطشان، بس يمكن مش عاوز اشرب دلوقتي الا بعد ما نخلص